بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ان شاء الله النهارده عندنا فكره حلوه. اي حد عنده حاجه قديمه ان شاء الله يستفيد بيها بدل ما يرميها. الفكره بتاعت النهارده ده اسدال صلاه. الاسدال ده ضيق، بدل ما نرميه او نركنه او نعمل بيه حاجه مش كويسه، لا هنعمله ونبدله بحاجه احلى. نبدله ازاي؟ هنبدله من حاله دوت لحال احلى من كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هيبقى حاجة حلوة قوي تستفيدي بيها. هو اسدال بس ضاق علينا، او مثلا حاجة فيه اتقطعت او كم اتقطع او اي حاجة فيه باظت، بدل ما نرميه بقى هنستفيد بيه. الاسدال دوت هيطلع دلوقتي فكرة منه جميلة جدا جدا جدا. تابعوني في الفيديو وان شاء الله تعجبكم الفكرة، واي حد عنده حاجة قديمة يستفاد بيها بدل ما يرميها. اول حاجة هنعملها ان شاء الله هنقص الكمام بتاعته. ليه بقى نقص الكمام بتاعته؟ لان احنا هنوسعه من عند الكتف ومن عند الحردة اللي هي بتاعت الجناب. دلوقتي تابعوني في الفيديو، وكل خطوة هصورها لكم وان شاء الله عشان تبقى سهلة بالنسبة لكم. الخطوة التانية بعد ما قصينا الكمام فتحناه من الجناب اهو. فتحنا من الجناب الجنبين، وقصينا كمان منه حتة من الطول، عشان اللي عملناه اخدناه من الطول هنوسعه بيه الجناب ويبقى احلى اسدال ان شاء الله. تابعوني وان شاء الله يبقى فكرة حلوة تنفعكم. الحتة اللي احنا قصيناها من الطول هنعملها زي سمكة. السمكة دي طبعا ناس كتير قوي عارفاها. يعني ايه سمكة؟ نقسم القطعة على اتنين كده زي ما احنا عاملينها مثلثين. المثلثين دول هنوصلهم في بعض، هتدينا حته واسعه من تحت وضيقه من فوق، دي اسمها سمكه. واكيد يعني ان شاء الله ان شاء الله خياطين ياما هيبقوا عارفينها. السمكه ديت هنوسع بيها الجناب، فالجناب لما تيجي تتلبس كده ازاي هيبقى واسع ويدي براح في الصلاه. تصلي وتفردي دراعك، تطلعي دراعك لفوق وتطلعي دراعك لتحت من غير ما حاجه تبان من جسمك. والسمكه ديت هنقصها ونعملها على المكنه، وبعد كده هنحطها نشبكها فين؟ في الجناب اللي احنا لسه قاطعينها من الاسدال. وتابعوني في الفيديو ان شاء الله هتطلع حاجه كويسه جدا جدا وتنفعكم ان شاء الله. سمكتين اهم بعد ما خيطناهم في بعض اهم، واحده اهي وواحده اهي. دي هتتحط في جنب ودي هتتحط في جنب ان شاء الله. الجناب ديت لما تتحط فيها هتدي وسع جامد 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 في الاسدال. طبعا هو مش هيبقى اسدال بقى، هيبقى خمار للصلاة. هيبقى واسع وتعرفي تتحكمي فيه وفي دراعك وانت بتصلي. وان شاء الله دلوقتي الفكرة هتكمل وهتبقى احلى فكرة في الدنيا. تابعوني بس في الفيديو وان شاء الله خطوة خطوة وهوريكم ازاي تعملوه. كده الخمار خلص بعد ما خلصناه ووسعناه وبقى احلى خمار في الدنيا. كده الخمار عملناه من ايه؟ وسعناه من ايه؟ من الديل كان طويل لان ده كان اسدال الاول كان اسدال بكم ضيق وجسم ضيق وكل حاجه ضيقه فيه بس طويل. خدنا الديل وسعنا بيه الجناب وقفلناها بقى خمار للصلاه. يبقى كده بدلناه من اسدال ضيق ومهملين وخلاص مش عايزينه لخمار واسع وجميل تستقبلي بيه ضيوفك، تقعدي بيه في البيت، تصلي بيه، تطلعي بيه بره. لو عايزه تطلعي بيه بره تطلعي، لانه قماشته جميله وخامته جميله. بدل ما كنت راميه وركناه في الدولاب اديك تستفادي بيه ان شاء الله. وان شاء الله الفكره دي تعجبكم، واي حد عنده حاجه قديمه ان شاء الله يستفاد بيها ويعملها. حرام ما ترميش حاجه، احنا نبدلوها ان شاء الله، نعملوها حاجه، نعملوا اعاده تدوير ليها عشان خاطر تبقى حاجه من عندك نظيفه وحلوه تعمليها ان شاء الله. ولو فيها برضو حاجه مقطعه بترميها الحته المقطوعه وتكملي. يعني لو في دلمة حتى حته مقطوعه منه بتشيليها. لو في كم مقطوع احنا شلنا الكمام خالص رميناها، يعني مش رميناها لا، احنا هنستفاد بيها برضو، هنعملها حاجه تانية. ان شاء الله الفكره دي تعجبكم باذن الله تطبقوها. واللي عنده حاجه قديمه ما يرميهاش، يستفاد بيها ويبدلها من الحاجه اللي هي فيها. ممكن يعملها ايه؟ اي حاجه تنفعه في البيت. وتابعوني في القناه ان شاء الله كل مره حاجه جديده وان شاء الله تستفادوا بيها. وشكرا على متابعتكم ليا.